أسئلة عن القوانين المنظمة لنهر النيل والفرق بينها وبين القانون والناي. بننتقل منها لآلة القانون او القانون زي ما احنا عارفينه، وهيكون لقائنا مع الدكتوره مها العربي. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا وسهلا. هو احنا بنسعد قوي لما بنلاقي الست بتتفوق في مجالات كتير، لكن احنا دايما كنا نحس ان اللي بيعزف على قانون راجل. ايه بقى الفرق بين الست لما تعزف على القانون والراجل لما يعزف على القانون؟ معروف ان الست حساسه، فلما بتعزف على القانون بيبقى فيها شيء من الحس المرهف اكتر يعني. بس دكتوره مها، انت خدتي دكتوراه سنه كام؟ من 10 ايام. من 10 ايام. قولي لي بقى، طبعا موضوعها كان القانون او القانون. ايوه، كان عن اثر استخدام تعدد الاصابع في العزف على آلة القانون لتحسين الاداء. يعني اثر استخدام تعدد الاصابع. طب القانون بنضربه بكام صباع؟ بالسبابتين، بنضرب كده بالسبابتين. انما الجديد بقى ان انا هضرب بالسبابتين مع الاصبع الوسطى في اليد اليمنى. يعني هيبقى 3 كده يعني. بقى 3 صوابع عندي. طب هقول لك حاجه يا دكتوره مها بقى، ايه الفرق بين آلة القانون دي والآلات الثانيه؟ احنا ساعات نشوف قانون اكبر حاجه مختلفه، يعني ده بيتصنع فين وفي حدود قد ايه ومين يقدر يستخدمه؟ بالنسبه للقانون، هو المقاييس العلميه بتاعته بتبقى مقياسين. القانون ال4/4 وفي قانون 3/4 يبقى اصغر من ده شويه، فهو مش مدرج قوي ال3/4 بالنسبه لان العازفين المحترفين ما يقدروش ابدا يعزفوا على قانون صغير. فالقانون العادي اللي هو القانون ال4/4. اما بالنسبه لتصنيعه فتصنيعه صعب جدا جدا جدا، لان ما فيش العازف الصانع الملم بامكانيات القانون. وضحي لي بقى يعني ايه العازف الصانع الملم؟ يعني ده طبعا صنايعي بيصنعه. لا، مش صنايعي، هو المفروض يكون عازف. ليه عازف؟ لانه في شيء من الدقه العزفيه، يعني في شيء من المهاره، لان لو صنعه مش عازف هيديني نتيجه ثانيه خالص. يعني هنا مش موضوع شد حبال بطريقه معينه، شد الاوتار بطريقه معينه جدا. عندنا مسطره العرب، الوتر ده بلاستيك مش كده؟ ده كريستال. كريستال، وتر كريستال. والرقمه هنا جلد سمك طبعا، وهنا العرب مصنوعه من النحاس، وعندنا مسطره الملاوي من خشب الشوم، والصندوق طبعا المصوت. وبعدين اللي بيصنع آلة القانون دلوقتي هو بالفعل عازف وعازف قدير جدا، الاستاذ ربيع شرف، ربنا يكرمه. قولي لي بقى، يعني هو واحد بس في مصر اللي بيصنع آلة القانون؟ واحد بس في مصر، هو الاستاذ ربيع شرف العازف اللي بيتقن صناعه آلة القانون. القانون ده بقى لو حد يشتريه بكام؟ ب 5000 جنيه. بحالهم يعني 5000؟ ما كتير قوي الحقيقه. هو ده بقى هو كتير فعلا، لذلك تلقي عازفين القانون دلوقتي قله جدا. طب انت بتعملي بقى قطعا في المعهد العالي للموسيقى العربيه؟ انا مدرس مساعد بالمعهد العالي للموسيقى العربيه. وبتعزفي فين بقى؟ فرقه ام كلثوم. يعني عايزه اقول ان برضو يعني الستات دايما بيبقى زي ما حضرتك بتقولي عندهم حاسه فنيه، بيبقى الست رقيقه، لكن فرضا مثلا الست عندها التزامات، حالتها النفسيه، الولاد مثلا عندهم امتحان، طبعا ده بيأثر على حالتها النفسيه كأم. طب ده بقى مش بيفرق وهي بتعزف؟ بيفرق جامد جدا، لان انا لما اكون خارجه من البيت واعصابي تعبانه والولاد تعباني ومتضايقه هعزف بحزن شديد. اما الراجل ما بيهموش، لان كده بيطلع من البيت بينسى هموم البيت كلها. الست ما بتقدرش طبعا. يا دكتوره مها، اتعرفت امتى آلة القانون في مصر؟ من قديم الازل آلة القانون، لانه آلة لها اصول فرعونيه واشوريه، فمن قديم الازل معروفه آلة القانون. طب دورها ايه بقى في الموسيقى؟ يعني احنا النهارده في الفرق الموسيقيه، يعني احنا مثلا بنشوف ان الناي مهم الحقيقه، الكمان مهم جدا، يعني في آلات استحدثت كتيره، فدور بقى القانون ايه في الفرقه يعني؟
دور آلة القانون مهم جدا، لأن هو دستور النغم. بمعنى ان القانون قانون النغم كله، اللي ممكن قوي آلة القانون تديك مساحة صوتية عريضة جدا فيها 3 أكتافات و5 تمة. يعني ايه بقى اكتافة وتمة؟ الاكتاف اللي هو السلم الموسيقي، فبيدينا 3 سلالم موسيقية متفرقة الأصوات، و5 تمة يعني 5 نغمات من السلم الموسيقي. يعني احيانا كده انت تحبي تدندني لنفسك، لو عبرتي عنك انت مها العربي بالقانون، يعني احساسك انت تعزفي لروحك ايه؟ انا بحب قوي عملي بقى. انا على فكره ما بعرفش اتكلم الا على القانون يعني. بشهاده الدكتوره هدى صبري قالت لي دايما بحب اسمع القانون، ما بحبكيش تتكلمي. ممكن قلبي يعني انت بتتكلمي كويس. بصي خالص. بمناسبه النيل يعني ممكن اقول النهر خالد. عظيم. طب ده نهر الخالد. طب حاجه ليك انت مخصوص بقى، قطعه موسيقيه من مثلا تاليفك على القانون مخصوصه تحبي تسمعيها تعبري عن نفسك فيها؟ انا بحب قوي التقسيم، يعني ممكن اقسم لك برضه. الحقيقه يعني حاجه جميله، احنا سعداء بيكي وسعداء اكتر ان انت فعلا الحاجات الحلوه اللي احنا بنسمعها حتى خليتيها في شكل علمي ان انت دكتوره. طب قولي لي، في حد عندك يعني عنده في مثلا الاسره نزعه فنيه؟ طبعا انا اساسا نشأتي نشأة فنيه صرف، يعني والدي عازف الايقاع استاذ محمد العربي، واخويا عازف الايقاع معيد بالمعهد العالي للموسيقى العربيه هشام العربي، واخويا محمود العربي عازف ناي، وجوزي عازف ناي، فكل الاسره يعني يعني عشان كده شجعوكي. طبعا اكيد في تشجيع جامد يعني. طبعا دكتوره ما احنا سعداء بيكي وسعداء بهذا اللقاء، لكن قبل ما نختم لقائنا معاكي هنسالك سؤال. دلوقتي احنا بنقول القانون مش كده؟ احنا بقى نخليها القانون. اللي بيدافع عن القانون خدتي بال حضرتك في محاكم وفي قضاه وفي محامين مش كده؟ المحامي زمان بقى كان اسمه ايه؟ الافوكاتو. صح. شكرا يا دكتوره.
الدكتور عاطف إمام عازف الناي.